إخواني أخواتي أحبتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة اترك أثرا وضع بصمتك الخاصة. في الواقع العملي الحياة صعبة، الصراع الأبدي من أجل لقمة العيش، الأفكار، القيم، المبادئ، التغيرات السريعة، نمط الشعوب العربية، التغيرات العالمية، كل ما يحيط بنا يعني لا يعطي للنفس البشرية حافز، شغف التمسك بالحياة. وحتى على مستوى الأفراد هناك تلاشي، هناك تفكك أسري، تفكك من حيث العاطفة، من حيث الحب، من حيث الانصهار في بوتقة العائلة، من حيث المحيط هناك نفور تام لعدة أسباب قد تكون وهمية. وبالتالي العيش في الواقع المعاصر يتطلب جهد كبير جدا 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 بين المعرفة والعمل الخير. إذن إخواني أخواتي، فعل يرى خير من 1000 كلمة تقال، فأضيئوا أرواح أحبتكم بطيب الكلام والفعل الطيب، فهناك لحظة لا تستأذن أحد للرحيل، فالعالم مخيف ومرعب وقاتل بدءا من نفسك، وحين تتلاشى بفقدان الشغف وحب الحياة والتعلق بأهدافك وأحلامك ورسالتك. ففي بيتنا السقف يتكئ على كتف والدي، والأرض تثبتها سجدات أمي، فلها حب لا يحكى ولا يكتب، فخير القلوب أحنها. ويتعافى المرء من كل العلل بالرفيق وبأحبته، ويتعافى بالضحكات من القلب التي لا تتوقف حتى يدمع، والحكايات التي لا تنتهي بين الألم والأمل، وبالدفء المحيط بهم حتى في أكثر الليالي برودة. ويتعافى بالأيدي التي تمسك به كلما سقط وتعيده لروحه الحالمة كأنه لم يسقط قط، ومن ويلات الحياة وما أكثرها. وبالقلب الذي يحتضنه في الوحدة والعجز والفقر والمرض وكافة العلل، فأضيئوا السبل لا تظلموها، وأسعدوا بعضكم البعض، فكل الرفاق أحبة. وبإمكانكم أن تكونوا نسائم لطف في حلكم وترحالكم، فسل الله خير القلوب وأحين الكفوف. فنحن نتعافى دوما بالدعم العاطفي والنفسي في الأوقات الصعبة، وبأحلامنا وبأهدافنا ورسالتنا حينما نحققها بين الألم والأمل بالشغف وبالحب. فالعمر يمضي بسرعة، فعيش بالخير والعطاء لتترك أثرا في أرواح وعقول وقلوب الآخرين. وشكرا، وإلى الملتقى. شكرا جزيلا لكم.